السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحدة اسمها هناء، عندها 23 سنة. اتقدم لها شاب دوت شاب محترم. أبوها لما شافه لأن هو ابن ناس وإن هو محترم وإن هو جاهز من كله، وغير كده كمان إن هو معاهم في المنطقة وعارفه وعارف أهله كويس. فلما حب يكلم بنته عشان خاطر يقنعها، لكن هي ما اقتنعتش وقالت لا، أنا مش عايزاه يا بابا. يا بنتي ده كويس، ده محترم، ده كذا ده كذا، مفيش فايدة. المهم عدى كام شهر واتقدم لها واحد تاني شاب وسيم وبرضه جاهز من كله وعنده العربية بتاعته. وهي لما شافته انجذبت ليه، استلطفته وعجبت بيه. فهنا الأب طبعا هنا قال له طب ممكن تديني بس بياناتك، هسأل عنك ومفيش مشاكل، يعني ربنا ييسر بإذن الله يا حبيبي. خد بياناته وبدأ إن هو يسأل عنه. الأب هنا عرف إن هو مهندس تركيب كاميرات، ولكن للأسف سمعته سابقاه إن هو بتاع بنات وولد كده من الرجالة أو الشباب اللي مقطعين السمكة وديلها زي ما بيقولوا. هنا لما قال لبنته، قالت له لا يا بابا أنا مستريحة ليه وإن شاء الله مفيش حاجة وبإذن الله، ولو في كلام من ده بإذن الله بعد الجواز مش هيبقى في كلام من ده. المهم كام شهر خطوبة وبعد كده اتجوزوا هما الاتنين. وبعد ما اتجوزوا هي بقى اتفاجئت بعدها بكام شهر ان هو بيقعد بقى دايما على اللابتوب وبيكلم ستات وبيكلم بنات وعلى الموبايل نفس الكلام. الله، هو في ايه؟ تيجي تكلمه يقول لها بقول لك ايه، اطلعي من دماغي، ده شغلي ما تتدخليش فيه. لان الشغل بتاعي بيكون فيه سيدات وفي ستات بتعوزني وبنفتح الكاميرات وبشوف الحاجات اللي انا ركبتها، فبلاش تضايقيني وبلاش الشك ده اللي على الفاضي. المهم سابته خلاص، قالت شغله، لكن بقت بعد كده ان هو بياخد موبايله وبيقف في البلكونة وبيكلم الستات وبيكلم البنات. هي هنا بجد اتجننت، جت تكلمه برضه نفس الكلام، بلاش شك بلاش مش عارف ايه، انا ما بحبش كده. لغاية ما بعد كده هي بدأت تتأكد بقى ان هو بدأ بيخرج ويتأخر ويجي واخري ويجي مستهلك كمان، ده بيعمل علاقات خارجية مع الستات والعياذ بالله. الست بتبقى يعني بتبقى حاسة بجوزها، فهي حست بيه وعرفت واتأكدت بعد كده إن هو ليه علاقات نسائية. هي هنا بقى في يوم من الأيام هو رجع من شغله وقال لها حطي لي العشاء عشان خاطر أتعشى وعشان خاطر أنام. تمام، مفيش مشاكل، العشاء جاهز يا حبيبي. جهزت له العشاء وجهزت له كمان نفسها. ايه، هتنام ولا ايه؟ اه هنام. لا انت مش عايز حاجة؟ لا ما مش عايز حاجة. طب لا انا مجهزة نفسي بقى. ازاي يعني مش عايز حاجة؟ ما انت شايفني ايه، كيس جوافة قدامك. لا 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 جوافة ولا كمثرى، في ايه بس عايزة ايه؟ قالت له لا ما اقولش عايزة ايه، ده انت اللي تقول انا عايز. لكن انا شايفاك ان انت يعني خلاص في ايه، مكبر دماغك يعني. قال لا لا ابدا، لا مكبر ولا بتاع. وبدأ ان هو يعني خلاص هما الاتنين في الأوضة مع بعضهم بيمارسوا العلاقة الشرعية مع بعض. ولكن تقول لك بقى ان انا في اليوم ده خلاص حسيت ان هو يعني بيعمل غصب عنه ومستهلك على الآخر ومش نافع على الآخر. وأنا نبهت عليه كتير وقلت له كتير ومفيش فايدة، وبقالي كام شهر على المواضيع ديت وأقول له بلاش وعيب اللي أنت بتعمله دوت، مفيش فايدة فيه. هنا بقى هي عملت إيه؟ بتقولك بعد ما بيخلص دايما العلاقة هو بينام بدون ملابس وبيتغطى. فدخلت المطبخ، لا طبعا مش هجيب سكينة زي ما بتفكروا كده ولا كلام من ده، لا. لا لا، ولا عصير ولا مخدر ولا كلام من ده. أمال عملت إيه بقى؟ جابت زيت وحطيته في إناء كده في حلة صغيرة، وبدأت إن هي تغلي الزيت. الزيت لما خلاص غلي خالص، خدت الطاسة ديت ولا الحلة اللي فيها الزيت ودخلت بيها على أوضة النوم، وراحت حاطة الحلة كده إيه على الأرض، وراحت معرية الغطا اللي هو متغطي بيه، وراحت منزلة الزيت على جسمه كله، على وشه وعلى ايده وعلى صدره وعلى المنطقة الحساسة. وهنا هو قام بقى يصرخ ويصوت ويتنطط في الشقة، وراحت واخدة بعضها وهربت وراحت على أهلها. الراجل بقى يصوت ويصرخ الحقوني الحقوني، دخلوا عليه الجيران خدوه ودوه على المستشفى علشان خاطر يسعفوه، ولكن كان في حالة سيئة جدا. هو عاش أي نعم، ولكن في حالة صعبة جدا جدا. هنا طبعا تم القبض على الزوجة، وفي التحقيقات بيسألوها طب انت عملت كده ليه؟ عملت كده علشان خاطر ما خليش واحدة بعد كده تبصله، ما خليه مش نافع.
بدل ما هو بيخوني وأنا حذرته كذا مرة وهو بيكذب عليا وبيخوني، فأنا عملت كده عشان خاطر إن أنا أنتقم منه. ضيعت نفسها وضيعته. يا ترى هو يستحق اللي هي عملته فيه ولا غلط اللي هي عملته؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.